أبرز أخبار هذا اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026. وقبل الخوض في هذه الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حيث شهد القصر الملكي بالعاصمة الرباط اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 نشاطا ملكيا هاما، حيث استقبل الملك محمد السادس أمير المؤمنين عددا من الشخصيات الدينية البارزة في إطار العناية التي يوليها جلالته لتدبير الشأن العام ولتدبير الشأن الديني بالمملكة. وفي هذا السياق وشح جلالة الملك السيد محمد ياسف الأمين العام السابق للمجلس العلمي الأعلى بوسام العرش من درجة ضابط كبير، وذلك تقديرا لما أسداه من خدمات جليلة للدين والوطن، وكذا لما تحلى به من تفان في مختلف المسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته. كما تفضل جلالة الملك خلال هذا الاستقبال بتعيين السيد اليزيد الراضي أمينا عاما جديدا للمجلس العلمي الأعلى، خلفا للسيد محمد ياسف، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الملكية على ضمان استقرار واستمرارية أداء هذه الهيئة الدينية الهامة. وبهذه المناسبة أسدى أمير المؤمنين توجيهاته السامية إلى الأمين العام الجديد، داعيا إلى مواصلة جهود المجلس العلمي الأعلى في رعاية الدين الإسلامي الحنيف وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال إلى جانب صيانة الثوابت الدينية للمملكة المغربية الشريفة. وتندرج هذه التعيينات والتكريمات في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الحقل الديني بالمملكة، بما يضمن استقراره ويواكب التحديات الراهنة في ظل التشبث بالقيم الدينية الأصيلة للمغرب. إلى اللقاء وإلى أخبار أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.